كل سنة وانتم طيبين يا بنات. النهارده هنعمل مع بعض البيديفور الفاخر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك على كل التريكات في الفيديو. لو أول مرة تشوفيني فأنا كنت منزلة فيديو عن العجمية وعن الكحك وعن البسكوت، تقدري تخشي تشوفيه وتعملي لي اشتراك. ويلا نبدأ مع بعض. معايا هنا 750 جرام من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا عشان احنا في الشتاء فهدخلها الميكرويف حوالي 15 ثانية وهطلعهم. انا عايزاها تبقى مرحومية كده كريمية عشان تبقى سهلة، مش عايزاها تبقى مجمدة معايا او ماسكة نفسها قوي، عشان تبقى سهلة في الضرب. ومعايا 200 جرام من السكر البودر، ما يعادل مج شاي من اللي انتوا شفتوه معايا الابيض ده، مج شاي كبير، ما يعادل 200 جرام سكر بودر. هنا انا ضفت عليها روح سمنة بلدي، وكمان لو مش موجودة عندك تقدري تضيفي فانيليا. بس انا ضفت اسانس حليب اللي انتوا شفتوه معايا دوت، الازازة البيضة، فظيع يا جماعة، بيدي ريحة حلوة قوي للمعجنات، وهتشوفوه معايا في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا بستخدمه على طول. وروح السمنة البلدي عشان يديله روح كده، يعني يديله ريحة السمنة البلدي. ومعايا بيضتين كاملين وصفار بيضة عشان تبقى النومية بتاعته حلوة، وفي نفس الوقت ماسك نفسه ما يبقاش مهري. لو عايزاه ناعم عن كده بتضيفي صفارين وبيضة كاملة. عايزاه ناعم خالص هتضيفي تلاتة صفار بيض. تاني هقولك تاني، هنجيب، عايزاه يبقى ماسك نفسه ناعم، هتبقى بيضتين كاملين وصفار بيضة. لو عايزاه يبقى متوسط النعومة، صفارين وبيضة كاملة. عايزاه يبقى ناعم قوي، 3 صفار بيض. تنزلي بيهم بس واحدة واحدة، تختفي البيضة ننزل بالتانية، تختفي البيضة ننزل بالتانية. ومعايا هنا الدقيق، هاخد كيلو دقيق، هاخد منه 3 معالق هرمية اشيلهم. كيلو دقيق الا 3 معالق طعام، ماشي. وهقلب كويس يا دوبك بس الدقيق بتاعي يختفي، وهبتدي اشكل على طول. معايا هنا القمع بتاعي اللي هو 7 اف تي، انا بستخدم في البيديفور 7 اف تي او 6 اف تي. هبتدي كده اجيب كيس الحلواني، في اكياس بلاستيك، بس في استخدمي اكياس تكون جامدة شوية، مش اما بتاعها جامد شوية، عشان اللي انا استخدمته ده قطع. بس انا عندي كيس حلواني كبير انت هتشوفيه دلوقتي وانا بشكل بيه في الفيديو. عشان انا وانا بشكل كده راح اتقطع معايا. هنا كده كنت بشكل، وكمان عايزه اقولك ان هي ماسكه نفسها العجينه برضو، مش معنى ان هي ناعمه قوي او تحس ان هي مش ماسكه نفسها فكده ان هي متقدريش تشيليها. يعني لو واحده ما حبيتيش شكلها تقدري تشيليها عادي بكل سهوله من الصاج وتعملي غيرها. ده كده شكل الصاج بتاعي بعد ما خلصته. هدخله على فرن درجه حراره 170 مسبقا لمدة تلت ساعة واخرجه. على ما يستوي معايا هعمل مقدار تاني نفس المقدار كده بالشوكولاتة. هنا انا زي ما قلتلك معايا 750 جرام من الزبدة المرهمية او الكريمية، معايا اسانس حليب واسانس سمنة بلدي. تقدري تضيفي بيكنج باودر او قصدي فانيليا، ما تضيفيش بيكنج باودر خالص، فانيليا بدل الاسانس الحليب وريحة السمنة البلدي. هتقولي لي اللي زفرت البيض، لا دول بيمنعوا زفرة البيض. و200 جرام من السكر البودر، ما يعادل كوباية من مج الشاي. طبعا هكتب لك المكونات كلها في صندوق الوصف، المقدارين، المقدار اللي هو بالشوكولاتة والمقدار التاني اللي هو الفانيليا. هضربهم كويس جدا جدا مع بعض لحد لما القوام بتاعي يعلى كده ولونه يفتح، وهنزل ببيضة بيضة لحد لما تختفي، وهنزل بالبيضة التانية. كل ما تختفي هنزل بالبيضة التانية. ما ينفعش ان احنا ننزل بالبيض كله عشان ما يفصلش معايا. واهم حاجة ان يكون كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش تبقى في حاجة في التلاجة وتطلعيها زي البيض او السمنة، قصدي الزبدة او الدقيق او اي حاجة. لازم كل حاجة تكون طالعة قبلها مسبقا كده. بس انا هقلب الجوانب كويس وهديها ضربة كمان، وهبتدي بقى ايه
نعمل الدقيق بتاع الكاكاو. في تركاية هنا كده 3 اهم كيلو دقيق، هاخد منه 4 معالق هرمية كبيرة واضيف عليهم 2 معلقة من الكاكاو كبار نفس المعلقة. انا هنا كنت بحاول ان انا انخلهم، بس ابني عمل معلقة، فالمعلقة التانية حطيتها. هما بيبقوا معالق هرمية من الكاكاو، وعلى حسب درجة كاكاو عندك، في فاتح وفي غامق. انا مستخدمة كاكاو خام اسباني غامق، فعشان كده حطيت منه معلقتين. ممكن يبقى تحس ان هو فاتح شوية، فتقدري تحطي كمان نص معلقة لحد ما تظبطي اللون بتاعك. وكمان عشان يعزز النكهة فحطيت معلقة صغيرة من النسكافيه اللي هو سريع الذوبان او سريعة الذوبان او النسكافيه البلاك. وهبتدي كده اقلب شوية بالمعلقة او بايدي او بالعجان كده بسرعة زي ما هتشوفوا كده معايا. قلبته تقليبة واحدة كده بالعجان وخلاص على كده، يدوبك بس دي يختفي معايا. وتقدري تقلبي بالسباتيولا او بالمعلقة. وطبعا ممكن تستغني في كل الخطوات دي، تقدري كمان تستغني عن المضرب الكهرباء او العجان، وكل حاجة تعمليها بايدك. يعني تضربي الزبدة بايدك والسكر كويس قوي، وبعد كده تنزلي بيضة وبعد كده تنزلي بالدقيق لحد ما يختفي معانا وخلاص. يعني تقدري تعملي الوصفة دي بدون عجان او مضرب كهرباء، ممكن تعملي بمضرب يدوي او بايدك. كده كان الصاج الفانيليا طلع معانا زي ما انتم شايفين كده لونه حلو قوي. ده الصور اللي انا ببقى محتاجاه. وكده انا كنت بعمل معاكم الكاكاو زي ما انتم شايفين كده. ده الكيس الحلواني اللي هو عندي، لا الكبير اللي هو المشمع الكبير او القماش اللي هما بيقولوا عليه قماش. بصوا زي ما انتم شايفين كده، لو ما واحده ما بتعجبنيش بقدر اشيلها عادي وبتتشال بكل سهوله. طبعا الفرن ساخن مسبقا، دخلته. ده كده شكله بعد ما طلع زي ما انتم شايفين كده، يعني مهري معايا، يعني ناعم جدا معايا زي ما انتم شايفين. طبعا انا عشان ما يتهريش على بعضه لو حطيته فوق بعضه، فبحط طبقه وفوقيها كيس، وطبقه وفوقيها كيس كده زي مشمع عشان يحميه. هنا معايا ربع شوكولاتة خام وعليها 3 معالق، طبعا مسيحاهم على الحمام بخار. ومعايا هنا الفستق اللي هو الكداب اللي هو بالسوداني، لو عايزين طريقته قولوا لي وانا بعمل لكم فيديو عليه. وسوداني مجروش. طبعا بلزقهم كده ببعض هعمل كده يعني هعمل نفس الخطوات دي مع الشوكولاتة البيضاء، والشوكولاتة دي شوكولاتة دارك، والشوكولاتة اللي بالحليب زي ما تحبي. وبرضه هوريكم انا بغطسها ازاي وبشيلها ازاي. هكرر الخطوات دي في الشوكولاتة الحليب والدارك اللي انتوا شايفينها ديت، انا مستخدمه هنا دارك، والشوكولاتة البيضة. تشكلي بقى زي ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين كده هيطلع معاكي اشكال تحفة وفخمة جدا بكل سهولة، واحسن من الجاهز بكتير. كفايه نظافة بيتك وكفايه الاولاد بيبقوا فرحانين بيه، وبيملى البيت ريحة حلوة قوي كده تحسي بفرحة العيد. هنا كده انا كنت خلصت. لو كنت استفدتي من الفيديو واول مرة تشوفيني تعملي اشتراك وكومنت حلو ولايك جميل منك. لو عجبك الفيديو ده، كده شكل النهائي بتاع البيديفور بتاعنا. اتمنى تجربوا.